اهلا وسهلا بكم اصدقاء هذا البودكاست ومقدمه الوسيم. انا نور الدين. دي حلقه جديده من بودكاست نورنا، البودكاست اللي بنتكلم فيه عن كل حاجه ممكن تنور حياتك وتخليها اسرع واسهل، وتفتح مخك للتساؤلات وافكار جديده ومتنوعه. عشان تعرف كل جديد عن البودكاست اتاكد انك متابعني على تويتر @نورروكس. ولو دي اول حلقه ليك ما تنساش ترجع تشوف الحلقات اللي فاتت واكتب لي تعليقاتك واسئلتك واقتراحاتك للحلقات الجايه سواء هنا او على تويتر. اتمنى الحلقه الجديده تعجبكم. يلا بينا. عمرك اتفرجت على فيلم وبعد مثلا نص ساعة ابتديت تحس انه مش عاجبني فيلم ممل، بس يعني انا شفت نصه، بص فاضل قد ايه؟ ساعة الا ربع، خلاص خلينا نكمله خلاص. حصلت معاك؟ يعني انا حصلت معايا كذا مرة. انا وصل بيا الحال ان انا ممكن اكون شفت مسلسل وبعد كذا حلقة مش عاجبني، بس حاسس ان انا مثلا شفت 4-5 حلقات من سيزون 10 حلقات، فبقول خلاص فاكس هكمل السيزون وخلاص. دي احد الاكزامبلز الشهيره على حاجه موجوده في مخنا اسمها الكوجنيتيف بايس او التحيز الادراكي. عقولنا اميزنج، يعني المخ الانسان شيء في غايه الجمال، ولكن في نفس الوقت عنده مجموعه من الليميتيشنز، مجموعه من الاشياء اللي بتاثر على الطريقه اللي بيشتغل بيها. الكوجنيتيف بايز او التحيزات الادراكيه دي هي مجموعه من الافكار او الطرق اللي مخنا متركب بيها، لانه زي ما احنا عارفين المخ متركب بشكل بيحاول طول الوقت ان هو يكونسيرف انرجي علشان يبقى عنده طاقه دايما ينفذ طلباتك اللي انت محتاجها. فعلشان يعمل ده بيبتدي ياخد بعض الشورت كاتس علشان يقدر ياخد قرارات بسرعة وبشكل منظم. فده للأسف على قد ما هو بيساعدنا ان احنا نتحرك بشكل أسرع وناخد قرارات سريعة ونبروسس كمية داتا رهيبة بتخش مخنا او عن طريق يعني العينين والمناخير والبق والايدين طول الوقت، ولكن في نفس الوقت هذه التحيزات الإدراكية اللي هي الهدف منها ان هي تسهل حياتنا احيانا بتتسبب في ان هي تأثر على افكارنا وتصرفاتنا من غير ما ناخد بالنا منها، لان اغلب هذه التحيزات هي بتحصل بشكل غير واعي واحنا مش مدركينه. احد الامثله اللي قلتها لكم من شويه زي اللي انا لسه قايلها لكم دلوقتي بتاعت الفيلم دي، حاجه اسمها السانك كوست فالاسي. مش هشرح لكم دي ايه دلوقتي، هنتكلم عن ده قدام شويه. هديك اكزامبل تاني. عارف ليه لما بتتفرج على اعلان لمعجون سنان بيجي ما يقول لك في الاخر دكتور لابس نظاره ولابس جاكيت اللي هو بلطو الدكتور، ويقول لك هذا المنتج مصر يعني اطباء الاسنان بيستخدموه. هنا برضو بيحاول ان هو يستغل تحيز ادراكي معين عندك ناحيه السلطه، ان انت الناس اللي شكلها سلطوي، شكلها بيدي شكل من السلطه زي البلطو الدكتور، انت بتبقى عندك تحيز داخلي ان انت تصدقهم او ان انت تديهم وزن يعني. فده احد الامثله. بلاش خليني اقول لك مثال تاني بسيط جدا. تعالى نتخيل انت بتلعب لعبه مع اصحابك وان انت لونك المفضل ليتس سي الازرق، اوكي زيي. فأي وقت في اختيار بيحصل في اللعبة بنسبة كبيرة حتى لو انت مش واخد بالك هتلاقي نفسك بشكل لا إرادي بتميل ناحية اختيار الشيء الأوبشن اللي لونه أزرق، بغض النظر عن ده أفضل أو يعني قرار أفضل بالنسبة لك في اللعبة ولا لأ. ففي هذه الحلقة يعني نطلع في رحلة سويا نحاول نستكشف ايه هي الكوجنيتيف بايزز دي وايه هو تأثيرها على الديسيجن ميكنج بتاعنا وازاي بناخد قرارات وازاي بنشتغل بشكل احسن، وهنبتدي نتعلم الحاجات دي ازاي بتأثر على مخنا وعلى طريقة تفكيرنا وليه بتأدي لمشاكل او عيوب او اخطاء في التفكير. هحكي لكم شويه قصص وامثله ولايف كيسز هيستوريكال او حاجات في الماركتنج والسيلز، بما ان دي حاجه يعني انا عندي معلومات كتير عنها، ازاي بتحاول تاكسبلويت او ان هي تستغل الكوجنيتيف بايز اللي عندنا كبني ادمين علشان تزقنا او تاثر على اختياراتنا وتصرفاتنا عن طريق في البيع والشراء مثلا او بشكل عام. فهي زي ما قلنا خلال هذه الحلقة هنستكشف مع بعض مجموعة من أشهر الكوجنيتيف. مش هقدر طبعا أقولهم لكم كلهم، في حاجة اسمها الكوجنيتيف بايس كودكس، أحط لكم لينك ليه.
بيلست حوالي يعني، او اللي اعرفه ان العلماء وصلوا له لغايه دلوقتي او اللي حددوه او ادوا له اسم، اكتر من حوالي 180 كوجنيتيف بايس. فانا اكيد مش هحكي لكم 180 كلهم في الحلقه، ولكن انا اخترت مجموعه وحاولت اربطهم ببعض، الحاجات اللي بتحصل سوا، اللي من وجهه نظري انا بشوف ان هي الأكثر شيوعا والأكثر تأثيرا على عقولنا وطريقتنا في الاختيار والتفكير بشكل مباشر، واللي وعينا بيها وإن احنا نتعلم إزاي نتعامل معاها عن طريق حاجة تانية اسمها المنتال مودلز والثينكينج مودلز، هتكلم عنها برضه، هتساعدنا إن احنا نفكر أحسن، يعني نتخطى هذه الانحيازات وناخد قرارات أفضل في حياتنا. متحمس؟ انا شخصيا متحمس، ده احد التوبكس اللي انا بحبها جدا. جاهزين؟ يلا بينا. طيب بعد ما سجلت الحلقه اكتشفت ان هي الحلقه متقسمه ل5 سيكشنز، كل سيكشن بتكلم فيه عن مجموعه مختلفه من كوجنيتيف بايسز. فاكتشفت ان كل سيكشن خد له حوالي من ربع لتلت لنص ساعه، فقررت اعمل حاجه مختلفه، انه بدل ما تبقى الحلقه طويله اقسمها ل5 اجزاء، وهينزلوا كلهم في نفس الوقت عشان لو حب حد يسمعهم كلهم، وفي نفس الوقت تبقى طريقة أسهل ليكم إن انتوا تقسموا الحلقة. أتمنى التجربة دي تكون تجربة لطيفة. أول مرة هعمل كده، قبل كده كنت بقوم منزل الحلقة ساعة ونص وعادي. فيلا بينا. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عزيزيني المستمعين، أهلا بيكم في أول قسم من أقسام هذه الحلقة الجميلة، وهنتكلم فيها عن الأوبجكتيف ثينكينج، إزاي نفكر من غير تأثير من تحيزاتنا الإدراكية على قراراتنا، خاصة في الريسيرش. ودي أحد الأشياء اللي يعني لو أنتوا تعرفوني كشخص، كان أحد الحاجات اللي بعملها في حياتي إن أنا بدي كورس كونتنت وبعلم فيه الناس إزاي تريسيرش وهي بتكتب عن توبيك معين. فدي أحد الحاجات اللي أنا بعلمها دايما للطلبة بتوعي في الكورس يعني. المهم، هنتكلم عن 3 من أهم البايزز أو الانحيازات اللي أنا بشوف إن هم عادة بيترابطوا مع بعض وبيحصلوا سوا بشكل أو بآخر. واحد اسمه الكونفيرميشن بايز والديسكونفيرميشن بايز والباند واجون افكت. ما تقلقوش من الأسامي اللي تبدو خزعبلية دي، كده أنا هشرح لكم واحدة واحدة معناها إيه، وهديكم إكزامبلز عنها وإزاي نتعامل معاها. تخيل معايا هذا السيناريو، وده حاجة أظن إن أنت أكيد عدت عليك وشفتها قبل كده. عارفين الجروبس بتاعة الفلات إيرث اللي هي بتاعة الناس المقتنعة من الأرض مسطحة؟ هل عدى، يعني أتمنى يكون، إن دي حاجة مسلية جدا، لو كان عدى عليكم في أي وقت من الأوقات على السوشيال ميديا، سبيشالي على فيسبوك، أي جروب من الجروبس بتاعة الأرض المسطحة دي، ودخلت تتفرج كده على اللي هم بيعملوه، اللي هم بيشيروه، اللي هم بيكتبوه، وقد ايه كان بالنسبه لك حاسس ان هو شيء غريب جدا. يعني الفيزياء، الاسترونومي، كل العلوم الطبيعيه اللي موجوده مليئه بالادله على ان الارض مدوره، على ان الارض ما هيش مسطحه. ولكن رغم كده في ناس قادره تتجاهل كل الادله دي ومختارة مجموعة محددة من الأدلة، اللي انت لو انت يعني شخص شاف الحاجات دي عارف ان اغلبها هبل، يعني كلام فارغ، ولكن مع ذلك هم مصدقين. طب ازاي؟ ايه الحاجة اللي ممكن تسمح لإنسان يعني عنده قدر معقول من الذكاء وقدر معقول من التعليم انه يصدق ان الارض مسطحة وما يقدرش ان هو يشوف هذا الكم الضخم من الأدلة؟ هو ده بالظبط، يعني ده مثال عنيف جدا على كونسبت الكونفيرميشن بايس. وهو ايه الكونفيرميشن بايس ده؟ وهو تندنسي او نزوع عندنا كبني ادمين، ان احنا لما نكون مؤمنين بشيء او مقتنعين بشيء ما، بغض النظر عن ايه اسباب الاقتناع، يعني بنسعى بشكل غير واعي ان احنا ندور على كل المعلومات اللي تؤكد صحة اللي احنا مقتنعين بيه ده، وبشكل غير واعي بنحاول على قد ما نقدر نفلتر اي حاجة مش متناسبة مع اللي احنا مقتنعين بيه. فالناس بتوع الفلات ايرث دول، بغض النظر عن هم الموضوع بدأ معاهم ازاي، ممكن بقى قرأ آية في القرآن وفسرها غلط، متدين سمع من حد شخص ما، ايا كان السبب اللي خلاه بدأ يؤمن ان الارض مسطحة، يعني قرر انه بما انه امن بده بيقعد طول الوقت يدور على كل المقالات والحاجات اللي بتتكلم عن الكونسبيرسي وعن ان ناسا مش عارف بتعمل ايه، والعالم اللي كان بيرفرف لما طلعوا القمر وكل العبط ده، علشان يثبت لنفسه ان اللي هو بيقوله صح.
واي ادله علميه او فيزيائيه موجوده على ظهر الارض بتؤكد قد ايه الارض مدوره، هو يا اما ببساطه شديده بيكنسلها ما بيبصش عليها، يا اما بيرفضها، يا اما بيخترع اي حاجه حتى لو كلام فارغ يعني عشان تردها. طيب الناس عاده ما بتوصل، يعني عاده الكونفirmation بايز مش بيوصل بالبني ادمين لهذه المراحل المرعبه يعني، ولكن لو انت متخيل ان انت بعيد قوي عن هذا الشخص الفلات ايرثر فانت مخطئ. اوقات كتير وفي قناعات كتير موجوده عندك في حياتك بشكل غير واعي تماما، انت ممكن تكون بتاخدها حتى في قرارات صغيره في شغلك في حياتك، حاجات انت مقتنع بيها يعني، كتير منها انت عندك كونفirmation بايز ناحيتها، وتبقى مقتنع ان هو ده القرار الصح وهي دي الحاجه الصح وهو ده المعنى الصح، وما تحاول وترفض ان انت تشوف اي حاجه بتقول عكس ده، وترفض ان انت تفكر في اي قرار مختلف عن او يعني في اي كونسبت او مبدا مختلف عن اللي انت بتقوله. طيب هل ده انت معناه انك غبي مثلا او عبيط او حاجه؟ لا، زي ما قلت لكم ده فينومينا، ده نزوع موجود في العقل الانساني بيأثر على اتخاذنا للقرار. طيب ازاي نكاونتر حاجه زي الكونفirmation بايز دي؟ اولا يعني اول خطوه هي انت لسه واخدها حالا، هي الادراك، الوعي. لما انت ابتديت تعرف ان في حاجه اسمها الكونفirmation بايز، فبقيت دلوقتي هتقدر ما بينك وما بين نفسك تشكك في انحيازاتك. دلوقتي تلاقي نفسك لما بتريسيرش توبيك ما او بتفكر في قرار معين او حاجه، عارف انه على فكره في انحياز جوايا ممكن يخليني من غير قصد اي حاجه بتقول ان قراري غلط اخفيها. طبعا اي واحد مثلا دخل علاقه اكيد شاف الكلام ده قبل كده، اللي هو عارف تجاهل كل الريد فلاجز وانك تشوف كل حاجه لونها جرين، واي ريد فلاجز ظهرت قصادك بتتجاهلها وبتعتبرها مش موجوده. انا شخصيا عملت ده كتير يعني في علاقات في حياتي، ودي حاجه كلنا بنعملها. جزء منه طبعا ليه علاقه بالحب وبلا بلا بلا وكده، يعني المشاعر اللي هي ممكن تعميك وكده، بس في جزء منه ليه علاقه بالكونفirmation بايس. خلاص انا عندي مشاعر ناحيه البنت دي او هي عندها مشاعر ناحيه الولد ده، فانا مش هشوف اي حاجه غير الحاجات اللي بتؤكد وجهه نظري. صاحبتك اللي قالت لك انه هو غشاش وهي تشيتد اون معرفش مين قبل كده، صاحبك اللي قال لك يا ابني البنت دي مش مناسبه ليك ومش شبهك وانا مش عارف ايه، كل ده على بعضه احنا بنتجاهله، وبعد كده قدام ممكن نبقى ناخد بالنا منه بقى بعد ما تزيل الغمامه من على عينينا. فاحنا ازاي نعمل ده؟ نستغل بايز تاني موجود عند بعض البني ادمين، بس احنا نحاول نستغله لصالحنا، والذوق احيانا بيكون يعني ممكن درجاته تكون عنيفه شويه، اللي هو الديسكونفirmation بايز، اللي هو عكس الكونفirmation بايز، اللي هو النزوع ناحيه ان انا طول الوقت اقول ان اللي انا بقوله ده مش صح، ان انا دايما احاول ادور على دليل على عكس اللي بقوله. بس الحقيقه انا ما بشوفش دي حاجه وحشه، لانه اغلب الناس عندها confirmation بايز عنيف، فان انت تختار بشكل واعي ان انت تحاول تدور على حاجه ضد وجهه نظرك، ضد رايك، وتقراها وتفهمها وتحاول تستوعبها بعقل مفتوح، ده هيساعدك اكتر بكتير جدا 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 ان انت تحسن قراراتك، تشوف البيجر بيكتشر، تبقى فاهم المميزات والعيوب لكل شيء بتختاره، وتختار على يعني على بينه، على رؤيه. فالكونفirmation بايز واحد من اكتر الانحيازات الادراكيه انتشارا على الاطلاق، والناس بتقع فيه بشكل لا تتخيل. طيب تعالى اديك اقول لك على بايز تاني برضو مشهور او افكت مشهور. الافكت ده يوجوالي يعني بينتربلاي كده، بيشتغل مع الكونفirmation بايز، هو اسمه الباند واجون افكت، وده في الماركتنج احنا بنعزه قوي يعني. اوكي طيب ايه الباند واجون افكت ده؟ ده افكت بيجي لما ناخد قرارات بناء على سوشيال انفلونس او ديزاير تو كونفورم. يعني ايه؟ يعني انك تاخد قرار بناء على ان everyone else is doing it، كل الناس حواليا بتعمل نفس الشيء فانا هعمل نفس الشيء، من غير تفكير، من غير ما يكون، او عشان من غير تفكير، من غير ما يكون قرار واعي، هو قرار مبني على ان كل الناس بتعمله. هديكوا اكزامبل شهير جدا، وطبعا يعني اي حد على السوشيال ميديا عارفه، الدايتس، الترندز بتاعت الدايتس، ظهر الكيتو، كل الناس بقت تعمل كيتو، بقى الكيتو ده اجمد حاجه في الدنيا، وعماله تسمع حواليك قد ايه الكيتو جميل، رغم انه في حاجات بتقول ان الكيتو ممكن يكون مناسب ليك او مش مناسب ليك، بلا بلا بلا، بس انت قررت تجربه لمجرد ان هو بوبيلر. قبل كده جت مرحله البلانت بيزد، يلا بلانت بيزد اجمل شيء في الكون، يلا كلنا نجرب البلانت بيزد ونشوف البلانت بيزد حلو ولا لا. فكل فتره يطلع دايت، واي حد بيحاول يخس زي حالاتي، بما ان دي حاجه انا بتابعها يعني وبركز معاها،
هوبا دايت جديد كل الناس بتتكلم عنه، الله ده جامد فحت، كل الناس بتحبه، كل الناس بتقول قد ايه جامد، كل الناس بتكتب حاجات تجاربها معاه وانا من ضمنهم يعني. يلا بينا هوبا الباندواجون افكت نتاثر بيه ونخش، وساعتها بقى ده يلعب معاه بقى الايه الكونفirmation بايز. انت تبتدي تخش ايه، انت من الدوشه اللي معموله والترندنج حوالين مثلا قد ايه الكيتو ده احسن نظام اخترعه الانسان، فتبتدي انت ايه، انت اوريدي اتاثرت بالسوشيال اللي حواليك ده، فبدات تدور حوالين الكيتو، لكن انت اوريدي متاثر ومختار انك عايز تجربه، فبتبتدي يشتغل معاك بقى كمان ايه الكونفirmation بايز، اللي هو بيعمل ايه، يبتدي بقى يخليك انت تلاقي كل الحاجات او كل المعلومات اللي بتقول قد ايه الكيتو ده عظيم، واي وقت تشوف اي حاجه بتقول ان الكيتو ده وحش بتتجاهلها تماما وبتعتبرها مش موجود. ف ده احد الامثله الشهيره على البايس بتاع الباندواجون افكت. ففهمنا دلوقتي ازاي احنا ممكن مخنا يشتغلنا ويخلينا ما نشوفش عيوب او alternative view points لحاجه احنا مقتنعين بيها، ان احنا ازاي ما يبقاش عندنا tunnel vision. عرفنا ازاي ده ممكن يتأثر بشكل كبير بحاجة اسمها الباندواجون افكت، اللي هو ان احنا نتأثر بشدة بازاي كل اللي حوالينا بيعملوا نفس الشيء. هديكوا اكزامبل تاني افتكرته دلوقتي مشهور قوي عن الباندواجون افكت. فاكرين قصص السعد والريان؟ هل كل الناس اللي استثمرت فلوسها مع السعد والريان دول كلهم عبط، كلهم هبل، كلهم متخلفين عقليا؟ لا خالص. ولكن في فترة من الفترات لما الموضوع بدأ في الأول والناس وبعض الناس كسبت فلوس فعلا ودخلها شوية بتاع، فالناس كتير طبعا طلبا في ان هم يلاقوا انفستمنت كويس وكده، من غير تفكير ركبوا الموجة وهوب طلعوا ورا السعد والريان لغاية ما لبسوا يعني. فكونسبت الكونفirmation بايس كونسبت قوي جدا ومؤثر جدا، والباندواجون افكت كمان كونسبت قوي ومؤثر جدا. وللاسف بقى لما بيشتغلوا مع بعض بيبقى الموضوع صعب قوي، ان انت تركب موجه بتاع الترند لسه طالع والكونفirmation بايز يشتغل، فتبتدي كمان مش قادر تشوف انت عيوب الموجه دي فين وايه هي المشاكل اللي هي ممكن تسببها. ومن هنا بيطلع واحد من المينتال مودلز الشهيره اللي اسمه الاوكام ريزر. ايه الاوكام ريزر ده؟ مش فاكر اوكام دي جايه منين الصراحه، بس هو حاجه اسمها الاوكام ريزر، تعتبر مساعد على انك تبسط او تيفاليويت المواضيع اللي بتتعامل معاها بشكل اوبجكتيف اكتر، وهو منتال موديل شهير يعني ناحيه السمبلستي. الاوكام ريزر ده بيقول ايه؟ بيقول ببساطه شديده انه لما تفكر في competing explanations، يعني لما يكون في ظاهرة بتحصل قدامك وفي تفسيرات مختلفة، عادة ابسط تفسير هو الاكثر دقة. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى ناخد اكزامبل عشان الموضوع يوصل. تعالى نتخيل مثلا ان انت مثلا سايق عربيتك حلو، والعربية عطلت بيك في الشارع. لو هنتكلم بشكل مطلق، احتمالات الأعطال اللي هي ممكن تكون حصلت في العربية كتير. ممكن تكون الموتور ضرب، وش السلندر فرقع، مش عارف السير الكتينة اتقطع، أو بنزين خلص. هل من الذكاء ومن الأوبجكتيفيتي ومن الحصافة في التفكير إن أنت أول فكرة تروح لها إن وش السلندر فرقع؟ ولا الفيرست لوجيكال ستيب هنا هي افتراض ابسط، يعني خلي بالك ما هنا ايه احتمالات متعدده، فافتراض ابسط احتمال الا وهو ان البنزين خلص. فاول حاجه، اول لوجيكال ستيب تعملها انك تبص على تانك البنزين وتتاكد هو البنزين خلص ولا لا. ومن ثم لو طلع بقى مثلا البنزين خلص فعلا، ما خلصش فعلا، او ان المشكله مش في البنزين، نبدا بقى نفكر في أسباب أكثر تعقيدا لعطل العربية. ولكن لكن مش من العقل ولا من المنطق إن أول افتراض يجي في مخك إن الموتور ضرب ولا إنه سير الكتينة معرفش عمل إيه. لا، أول افتراض هو أبسط افتراض. فده أو التفكير بالمنتال موديل ده دايما، ولما نلاقي مجموعة من الكومبلكس اسامبشنز انت بتاخد اللي فيه اقل عدد من الاسامبشنز، اقل افتراضات ممكنة، وهو الاقتراح او الاختيار الابسط. زي اللي هو هنا انه بنسبة كبيرة شكل نسيت افول قبل ما تفكر في اي حاجة تانية.
فأتمنى تكون الفكرة وصلتكم، وأتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الفقرة. وخليني أقول لكم إنه من الأشياء اللي ممكن تساعدكم بشدة على إن أنتوا تتخطوا هذه البايسز هي السعي الحقيقي نحو الحقيقة. حلوة، السعي الحقيقي نحو الحقيقة دي ما كنتش قصدها بس هي جت كده يعني. فلو أنت شخص genuinely بجد عاوز تعرف، عايز تفهم الحقيقة، عايز توصل مش عايز اقول الصح يعني، بس للشيء الاكثر موضوعية، وتفهم نفسك وتاخد قرارات افضل وتفهم العالم حواليك، هتحتاج تتحلى بهذا القدر من التواضع، وانك لما تفكر في فكرة تحاول تبقى موضوعي اكتر، وتحاول ان انت دايما قبل ما تاخد قرار تفكر في احتمالات ان انت تكون غلط. وده هيساعدك تتخطى شيء زي الكونفيرميشن او الديسكونفيرميشن بايز، وهتتخطى حاجه زي الباندواجون افكت. بس فاتمنى تكونوا فهمتوا ده. الفقره الجايه هنتكلم عن برضو حاجه من الحاجات اللي انا بعزها قوي، وهي السان كوست فالسي اللي اتكلمت عنها في بدايه الحلقه، والانداومنت افكت، والاوبورتونيتي كوست. فابقوا معنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى تكونوا استمتعتوا واتبسطتوا وتنورتوا. لو لسه ما عملتناش سبسكرايب، اعمل لي سبسكرايب من البرنامج اللي انت بتسمع عليه بودكاست دلوقتي، وادينا ريتنج لو الحلقة عجبتك، واكتب عننا ريفيو، لأن أنا أحب جدا أسمع الفيدباك بتاعكم. ولو عندك أي أسئلة أو تعليقات أو اقتراحات للحلقات الجاية، ممكن تكتب لنا هنا تحت الحلقة، أو تبعتي على تويتر @NoorRocks، وهتلاقي التفاصيل كلها موجودة في الشو نوتس. وأي ابليكيشنز أو ويب سايتس اتكلمنا عنها في الحلقة هتلاقيها موجودة في الشو نوتس. شكرا لكم، ونشوفكم الحلقة الجاية.